مشكله بتواجهك وخصوصا بعد الفطار في رمضان. حضرتك تفطر تاكل كميات كبيره من الاكل مره واحده، تشرب ميه كتير، يحصل لك الزغط. خلينا في البدايه نفهم ازاي بتحدث هذه العمليه. في عضله مهمه جدا اسمها عضله الحجاب الحاجز، بتفصل الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم عن بعض ومسؤوله عن التنفس. علشان تاخد نفس شهيق يحصل انقباض في هذه العضله علشان الهواء يدخل الى الرئتين، وبعد كده يحصل انبساط في هذه العضله لخروج الهواء من الرئتين. دخول الهواء الى الرئتين وخروجه منها بيتم كده بشكل طبيعي، لكن لما بيحصل انقباضات مفاجئه في هذه العضله بيصاحبها انغلاق في الاحبال الصوتيه واللي بينهم لسان المزمار عشان يمنع دخول الهواء الى الرئتين، ومن هنا بيحدث الصوت، ومن هنا بتحدث الزغطه او الفواق او الحازوقه. ذكرنا انها بتفصل الجزء العلوي عن الجزء السفلي، يعني اي مشاكل في الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم ممكن تسبب انقباضات مفاجئه في عضله الحجاب الحاجز، من هنا تحدث الزغطه. في اسباب غير مرضيه وفي اسباب مرضيه. بالنسبه للاسباب الغير مرضيه انك تاكل بكميات كبيره وتشرب ماء كتير زي اللي بيحصل معانا في رمضان، تلاقي المعده بالاكل اضغط على عضله الحجاب الحاجز ويسبب لها اثاره، او ابتلاع الهواء، العواطف الزايده مثلا، يعني انت لو شخص عاطفي زياده عن اللزوم، او شرب المياه الغازيه، مشاكل عصبيه في المخ ممكن تاثر على الاعصاب اللي بتغذي عضله الحجاب الحاجز، تسبب لها اثاره وانقباضات. الالتهابات الرئويه، او شخص بيعاني من ارتفاع ضغط بقاله فتره ومش واخد باله من نفسه، يسبب له توسيع في شريان الاورطه وده بيمر من خلال عضله الحجاب الحاجز، فممكن يسبب لها اثاره ومشاكل امتلاء المعده وارتجاع المريء، اي مشاكل في الكبد او الكلى. التغير المفاجئ في درجات الحراره، يعني تشرب ماء دافي وتشرب ماء بارد، ده هيسبب لك اضطرابات في عضله الحجاب الحاجز. بالنسبه لطرق العلاج دوائيه وغير دوائيه. غير دوائيه انك تتنفس في كيس مثلا، او تشرب ماء ببطء، او تاخد معلقه عسل او سكر جاف. ممكن الغرغره بالماء البارد. الانحناء للامام، يعني الصلاه من ضمن فوائدها بتقلل اضطرابات عضله الحجاب الحاجز. بالنسبه للادويه اللي هناخدها لو المشكله بسيطه، هناخد بسط عضلات زي البوكلوفين، ده هيعمل انبساط في العضله ويقلل الاضطرابات شويه. في ادويه ثانيه زي البريمبران هيزود حركه المعده شويه لما ممتلئه لو فيها اكل، ويقلل الاضطرابات العصبيه. في ادويه نفسيه ثانيه بتتاخد في الحالات الشديده، اللي عايزك تاخد بالك منه ان هي مشكله ممكن تدل على بعض الامراض، ممكن تكون حاده تقعد 48 ساعه، مستمره يعني اكتر من 48 ساعه، نص عصيه يعني توصل لشهر وتعدي الشهر، ودي في حاله فات الحجاب الحاجز او الحالات المرضيه الشديده. خلي بالك لو استمرت اكتر من 48 ساعه لازم زياره طبيب. سلام عليكم.